شكون هو أقوى شخص في ون بيس؟ بزاف ديال الناس غادي يقولوا لوفي وتيتش وشانكس، ولكن كاين واحد آخر، واحد جالس فوق العرش الفارغ والعالم كامل كيركع عليه في الخفاء. ايموساما ظاهريا هو الاله اللي كيتحكم في العالم، ولكن الا فكرنا فيها مزيان ايموساما يمكن يكون اكثر شخص خايف من هذا العالم. القوه الحقيقيه في ون بيس عمرها ما كانت كتسكن في الظلام، تأملوا غير في مونكي دي لوفي يمثل إرادة نيكا إله الشمس، كيضوي العالم كامل تحت شعاع الضوء، كيضحك بصوت عالي وما مخبي راسو على حتى واحد، وفين ما مشى كيخلي الناس تحلم بالحرية. وفي المقابل عندنا كائن عنده السلطة تمحي جزر كاملة من الخريطة في جزء من الثواني، وعنده العالم كامل تحت أمره، ولكن عايش بوحده مخبي على البشرية، حتى صوته ما خصنا نسمعوه. هاد العزلة ماشي هيبة، هاد العزلة خوف. إيمو خايف من الحقيقة تخرج، خايف من التاريخ اللي حاول يمسحه من 800 عام هادي يرجع يبان، وخايف أكتر من نهار يطلع فيه الفجر، وداك الفجر اللي غيضوي على العالم كامل ويكشف كل شيء كان مخبي 800 عام هادي. حيت القوة ديال ايمو مبنية على الخوف والكذوب والتعتيم، واي حاجة مبنية على الظلام غتخاف من النور، وداك الشيء علاش اي شعلة كتبان في العالم كيبغي يطفيها بسرعة. وفي الاخير الظلم يخدي يصنع لك عرش ويخلي الناس كامل يخافوا منك، ولكن عم الخوف ما غيصنع لك الحريه. ايموساما عنده العالم كامل، ولكن العالم بحد ذاته ولا السجن ديالو، ما يقدرش يعيش وسط الناس وما يقدرش يبان للعالم، حيت بعض الوحوش ما كتقدر تعيش الا في الظلام.